أهلاً بيك في منطقة الخطر يا أسامة. اللي قدامك ده مش مجرد حديد، ده البلو أوت بريفنتر. ده الحصن الوحيد اللي بيفصلنا عن كارثة حقيقية لو البئر قرر يغدر بينا. عشان تنجح هنا لازم تفهم لغة الضغوط. أول قاعدة، إحنا بنصمم البلو أوت بريفنتر ده بناءً على أقصى ضغط سطحي متوقع، مش ضغط القاع. وشوف الرقم المكتوب عليه 10,000 PSI، رغم إن الأنيولر اللي فوق ده بيستحمل 5,000 بس، لكن الستاك كله بيصنف 10,000. ليه؟ لأننا بنعتمد على الرامز كخط دفاع أساسي، والأنيولر مسموح له يكون أقل، لكن في النهاية السيستم كله بقوة أضعف حلقة فيه. تعال قرب من خطوط الحياة، التشوك والكيل لاينز. شايف ترتيب المحابس؟ ده مش عشوائي. المحبس اللي ناحية البئر جوه دايماً مانيوال، والمحبس اللي بره ناحية الخط دايماً هيدروليك HCR. الترتيب ده حياة وموت. المانيوال اللي جوه هو الحارس الأخير. لو ال HCR اللي بيشتغل بضغط الزيت عطل، بنقفل المانيوال ونصلحه بأمان. وعشان نكون جاهزين للأسوأ وإحنا بنحفر، بنخلي المانيوال ده مفتوح وال HCR مقفول، عشان لو حصل كيك الحفار يضغط زرار واحد يفتح ال HCR فوراً. دلوقت تخيل الكابوس، البئر فار واضطرينا نقفل الشير رامز عشان نقص المواسير. تخيل لو قصينا بالغلط على وصلة المواسير السميكة التو جوينت، المقص هيتكسر والبئر هيهرب. عشان كده لازم تكون حافظ رقم واحد زي اسمك، المسافة من الروتري تيبل لحد الشير رام. الرقم ده بيتعلق قدام عين الحفار طول الوقت عشان يعرف إمتى يقص وإمتى يوقف. ولو سألت نفسك ليه مدخل الكيل لاين دايماً تحت الرامز السفلية، عشان لو قفلنا البئر نقدر نضخ الطين ونقتله، أو حتى نراقب الضغط من تحت الرامات. آخر نصيحة يا بطل، لما تيجي تختبر خط الكيل لاين ده لازم تكون ذكي. شيل التشيك فالف واختبر الصمامات من ناحية البئر مش من ناحية المضخة، عشان لو في تسريب تكتشفه صح. البلو أوت بريفنتر مش بيسمح بالغلطات، وإحنا كمان مش مسموح لنا نغلط. يلا بينا على الشغل.